موعد القمة النارية بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار النادي الأهلي ونادي الزمالك، اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. جماهير الكرة المصرية بتترقب بكل شغف قمة الأهلي والزمالك رقم 131 في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي المواجهة الأكبر في الكرة المصرية على مر التاريخ، واللي دايما بتحمل إثارة ومتعة كبيرة. الزمالك متربع على قمة الدوري برصيد 17 نقطة بعد ما لعب 8 مباريات، فاز في 5 مباريات وتعادل في 2، وخسر مباراة وحيدة قدام وادي دجلة 2-1. سجل الفريق 12 هدف واستقبل 4 أهداف. أما الأهلي ففي المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة قدام بيراميدز. الفريق سجل 11 هدف واستقبل 8 أهداف. والأهلي رغم فوزه الأخير على حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا لسه بيقدم عروض هزيلة ما ترضيش الجماهير. أما على الناحية الثانية فالزمالك بيمر بمرحلة تذبذب في الأداء رغم تصدره جدول الترتيب، وده بعد تعادله في الجولة الثامنة قدام الجونة 1-1 في مباراة بطعم الهزيمة. أما عن تاريخ المواجهات فالأهلي والزمالك اتقابلوا في 130 مباراة سابقة بالدوري. الأهلي ليه الأفضلية ب 59 فوز مقابل 30 فوز للزمالك، وانتهت 41 مواجهة بالتعادل. وآخر مواجهتين اتقابل فيها نادي الزمالك والنادي الأهلي كانت في موسم 2024-2025، وشهدت تعثر النادي الأهلي بالتعادل 1-1، وده كان في الجولة ال15 من موسم 2024-2025. أما المواجهة الثانية فكانت لحساب الأسبوع الأول ضمن منافسات مجموعة البطولة، وتعرض فيها الأهلي للخسارة من الزمالك بنتيجة اعتبارية 3 أهداف دون مقابل، وده لعدم حضوره ملعب المواجهة. أما عن مباراة القمة القادمة فهي أول مباراة هتكون لتلاقي الصفقات الجديدة من الفريقين. الأهلي عمل صفقات نار زي زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه ومحمد شكري ومحمد شريف، والزمالك برضه دعم صفوفه بصفقات قوية زي البرازيلي خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وفلسطيني الدباغ وآدم كايد. القمة دي هتشهد أول ظهور لفريرة مع الزمالك أمام الأهلي. أما الأهلي فلسه معاه عماد النحاس كمدير فني مؤقت لحين مجيء مدير فني جديد. أما عن موعد المباراة فالقمة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي 29 سبتمبر الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري. ماتش عزاه حصري على قناة اون سبورت 1 و2 ومع استوديو تحليلي تقيل بيضم نجوم كرة كبار. وبكده وصلنا للنهاية. لو أنت متابع للنادي الأهلي ونادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.